حتى ولو بدت أحداث هذه القصة كقصص الخيال لكنها حقيقية. هذا رجل كان واقفا على جانب الطريق ينتظر أن توصله سيارة عابرة، فهو يريد الذهاب لبلده المجاور. في ليلة شديدة الظلام في وسط العاصفة مر ببطء ولم تمر هذه السيارة العابرة. مرت ساعات وساعات وهو واقف. كانت العاصفة شديدة والليل حالك. لم يكن يستطيع أن يرى مكان قدميه. أخيرا وبعد طول الانتظار مرت سيارة تسير ببطء كأنها شبابيكها سوداء خرجت من خلف الظلام وبلا ضوء. مرت ببطء متجهة إليه حتى توقفت أمامه. ركب الرجل داخل السيارة وأغلق الباب مبتسما. فجأة شاهد ما لم يتوقعه أبدا. لا يوجد سائق لهذه السيارة بدأت تتحرك ببطء مرة أخرى. بدأ الرعب يدب في قلب الرجل وبدأت السيارة تسرع قليلا. اقتربت السيارة من منعطف خطير جدا. الرجل بدأ يدعو ربه من أجل البقاء على قيد الحياة. لا محالة السيارة سوف تخرج عن الطريق وسوف يواجه الموت. فجأة قبل المنعطف بقليل دخلت يد من النافذة وأمسكت دولب السيارة وقادت السيارة عبر المنعطف بأمان. أصبح الرجل فرحا بعد بقاء الخوف والرهبة في داخل قلبه. الرجل أصبح يرى اليد تدخل من النافذة مرات عدة كلما وصلوا إلى إحدى المنعطفات. أخيرا قرر الرجل الهروب من السيارة، ففتح باب السيارة وقفز منها ولاذ بالفرار وذهب إلى أقرب بلد. وكان مبتلا وفزعا. ذهب إلى إحدى البارات وبدأ يخبر قصته المخيفة والمرعبة للجميع. بعدما تأكد من هيئته أنه غير سكران أو ناقص في العقل، وكان الجميع ينصت لقصته. في أثناء ذلك وبعد حوالي نصف ساعة دخل رجلان إلى نفس البار، وعندما شاهدوا الشخص المرعوب قال أحدهما للآخر: واش ماشي هذا هو داك الهبيل اللي ركب السيارة هنا كندفعها باش ديرها مارش؟ أليست قصة رائعة؟